كده الوقفة أكتر من 3 دقايق بتبقى مشكلة. فعشان نلتزم بوقفة صحية على الأقل لا نتعدى ال3 دقايق. كمان منورني النهارده دكتور وائل حماد، رئيس قسم جراحة العمود الفقري بمستشفى أطفال مصر ورئيس الجهاز الطبي بنادي إنبي لكرة القدم. منورني يا دكتور. يعني بيك ازيك دكتور، أنا في مصطلح غريب كده طبي سمعته، متلازمة ست البيت أو متلازمة ربة المنزل. يقول لك وقفة المطبخ ووقفة وتنظيف البيت، دايما الست بتخلص تنظيف وترتاح، تحس إن ظهرها بيوجعها، رقبتها مشدودة، رجليها بتوجعها. ايه السبب يا دكتور وايه المتلازمه دي؟ بص، هي الوقفه نفسها يمكن ربة المنزل بتبقى متصوره ان الوقفه ديت حاجه بتبذل بيها مجهود او هي المجهود في اليوم يعني، وان كان هي مشكله كبيره جدا. يمكن من احد المشاكل اللي بتقابل ربة المنزل في الموضوع دوت ان هي بتقف. الوقفه دي بتحمل على الفقرات بتاعتها اذا كان فقرات الظهر او الرقبه، بتحمل على المفاصل عموما اذا كان مفصل الركبه او الانكل او حتى الفخذ. ويمكن من الحاجات اللي بتعاني منها المرأة بعد كده موضوع الركبة وموضوع الظهر، طبعا أسفل الظهر، يقول لك أنا أسفل الظهر. فهي كده الوقفة أكتر من 3 دقايق بتبقى مشكلة. فعشان نلتزم بوقفة صحية على الأقل لا نتعدى ال3 دقايق. 3 دقايق بعدها بنستكمل، إما بحركة منتظمة في البيت أو في المطبخ، أو بحركة نجيب مثلا ارتفاع 15 أو 20 سنتي درج على الأرض ونبدأ نبادل الحركة ما بينها اليمين والشمال، وديت بتبقى حاجة بنتغاضى عنها عن استمرارية الوقفة. يعني يا دكتور ما ينفعش أفضل وقفة 3 دقايق متواصلة، أكتر من 3 دقايق متواصلين. مشكلة والصفر إذا كان على مستوى الظهر، لأن أنت كل مدى أنت تصوري أنت شايلة حاجة في إيديكي أو شايلة ولو كان وزنها. طب ما هو برضه يا دكتور يعني هي مش هتفضل ماسكة ستوب ووتش تفضل تحسب 3 دقايق وبعد كده بنديها رينجن ان احنا لما بقف اول ما احس بنقحان في رجليا في ظهري ما الى ذلك بغير البوزيشن او الوضع بتاعي، بحال ان انا اتحرك في البيت او ان انا اقعد او ان انا ابدا اغير وضعيه رجليا من ارتفاع لانخفاض. طيب ده بقى ممكن يبقى خطر على المدى البعيد او اللونج ران، يعني ممكن يسبب مشاكل. على المدى البعيد هيجيب لنا حاجات كتير قوي. يمكن من اقل الحاجات اللي احنا مش واخدين بالنا منها الديسك مثلا، لان استمراريه انا واقف مثلا اضطريت اتني ظهر بشويه، اضطريت اشيل حاجه بدون ما اخد بالي او انقذ حاجه، ديت ممكن تجيب لي ديسك، بالذات في اللي سنهم صغير. يعني احنا اللي سنهم ما بين 20 و40 سنه معرضين جدا للديسك عن الناس الكبار شويه. فديت بتبقى مشكله. اما اللي بعد 40 سنه او 50 بتبقى مشكلته الثانيه، الخشونه المتواجده في الظهر مع وجود الوقفه وما الى ذلك بيزود المشكله اكتر. فبتبقى الام الظهر المصاحبه طبعا ببعض الالام المصاحبه في الساق او في الفخذ، وبيسموها ناس بيقولوا عرق النساء وهي عصب النساء طبعا. بس طبعا من وقت للتاني بيضايق طبعا في الوقف. احنا طيب يعني مثلا خلاص اللي حصل وهي وقفت غلط وحست بتعب شديد اخر اليوم، تاخد ايه بقى؟ تبدا تاخد ايه؟ ما احنا حته تاخد دي هنحطها في جنب شويه، هنقولها بقى. لكن قبل ما ناخد انا لازم اعمل ايه عشان اتجنب المشاكل او اتجنب مشاكلها الناس دي. فهي رقم 1 ان هي يبقى في رياضه منتظمه ولو في البيت او بره البيت، واهم حاجه المشي طبعا. المشي المنتظم، لازم عضلات بطن وظهر تبقى كويسه، نظام الاكل بتاعك يبقى كويس، الحاجات دي لازم نحطها في الحسبان كويس قوي. بجانب طيب انا جالي شد عضلي بقى، الشد العضلي ده عمره ما، اولا الشد العضلي بيساوي الم في الظهر او الم في الرجلين. الالم نفسه مشكله، الالم مش هيروح الا اذا اخذنا حاجه الالم، وبرضه مش هيروح الا اذا العضله حصل لها انبساط شويه. فبنحتاج حاجه بسط العضلات طبعا، وحاجه عشان مضاد للالتهاب، الاثنين لازم متلازمين مع بعض. يمكن بعض الادويه اللي موجوده اللي بيبقى فيها بسط عضلات مع مسكن خفيف امن ما فيهوش ضرر على الناس اللي عندهم الضغط مثلا او عندهم مشاكل على القلب، بتبقى حاجات بعض البسط عضلات معروفين يعني رطبات زي ريلاكس مثلا او دانتكس ما الى ذلك. بعض الحاجات اللي احنا بنلجأ لها. في حاجات بتضر بقى اللي عنده الضغط وعنده سكر او عنده مشاكل بنحاول نتجنبها خالص، اللي بيشتغل على الجزء المركزي بتاع المخ يعني، وده بنحاول نتجنبه. تمام. طيب يا دكتور برضو نصيحة لستات البيوت أو الأمهات بشكل عام
ازاي اشيل الطفل بشكل صح؟ يعني اشيل الطفل من غير ما ياثر هو على الشيل عموما والصغر مش طفل بس. انا عندي لو هشيل طبق، لو هشيل كوبايه، لو هشيل حاجه من على الارض، اولا ما ينفعش اعمل ثاني للظهر، يعني اني اتني ظهر. حتى الانحناء بتاعه بيبقى لازم انحناء صح، ان اخده من ناحيه الفخذ، لكن ان اتني ظهري ده هيجيب ديسك على طول. فعشان كده هشيل حتى ورقه من على الارض، او مش هنقول طفل بقى، طفل وزنا كتير يعني بيتعدى ال 5 كيلو لحد 15 او ما يزيد، فبالتالي لا ما ينفعش. انا بقول لك كوبايه وزنها 200 جرام او ما الى ذلك، لا مشكله. يبقى انا لازم لما انزل بنزل على ركبي، ولازم اشيلها وانا طالع وظهري مستقيم، ما ينفعش يكون متني خالص او منحني، ده لازم نبعد عنه نهائيا يعني. ديت في حالات الشيل. دكتور وائل، شكرا جزيلا لحضرتك، نورتنا النهارده. ودي كانت حلقتنا من برنامجكم على الديسك، كل ما يخص طب العظام مع افضل الخبراء.